عشان توصلوا للمرحلة دي انتوا بجد مش محتاجين اي حاجة. هيعدي عليكم مراحل كتير عشان تتعلموها، ساعات هتعملوا حاجة وحشة وساعات هتعملوا حاجات سهلة، بس صدقوني الموضوع سهل وبسيط ومش محتاج اي مجهود خالص. هاي يا جماعة، انا النهاردة جاية اوريكم هواية جديدة واعلمها لكم كمان. الفترة اللي فاتت دي الشغف بتاعي كان حرفيا واقع للصفر، فقلت عشان احرك الشغف بدأت ادور على حاجات جديدة اتعلمها وحاجات جديدة اعملها. لما دورت لقيت حاجة مهمة جدا 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 انا مكنتش مهتمة بيها خالص. صراحة لما اتعمقت فيها قوي حبيتها وفهمتها وقلت ان انا لازم اجربها، وهي الجورنالينج. بصوا انا عارفة ان اسمها كبير ومعقد شوية، هفهمكم يعني ايه، هفهمكم ايه اللي هنحتاجه، هفهمكم اصلا ايه اللي هنستفاده من ده كله، واهم من ده كله ان احنا نبدأ حاجة عندنا شغف ليها ولكن بأبسط الإمكانيات. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة عندي، عشان بجد احنا بقالنا كتير ما نزلناش فيديوز وبقالي كتير قوي مش متحمسة ان انا انزل، بس ان شاء الله هنرجع ننزل. وخلونا نبدأ. اول حاجة، يعني ايه جورنالينج اصلا، او يعني ايه جورنال؟ الجورنال عبارة ان انتوا بتجيبوا نوت بوك وتبدأوا تكتبوا فيه الفيجن بورد بتاعتكم، يعني الاهداف بتاعتكم، الحاجات اللي انتوا عايزين تحققوها، شايفين نفسكم بعد كام سنة فين، حاجات عايزين تعملوها لبعدين، حاجات عايزين تعملوها بكرة بعده، وهكذا. صراحة الموضوع بالنسبة لي كان معقد جدا، لما انا جيت تعمقت فيه شوية حسيت ان انا مش من النوع ده، او ان انا دماغي ابسط من ان انا اعمل كل ده. فالصراحة لما شفت الموضوع معقد كده بدأت ان انا اتجنبه خالص. بس يوم ورا يوم دخلت تاني اعمل سيرش وكتبت جورنال، وبدأت ابص بعمق شوية في الفيديوهات اللي بتطلع لي، لقيت ان في جزء في الجورنال اسمه جانك جورنال. طب يعني ايه جانك اصلا؟ الجانك عموما يعني خردة او حاجات قديمة او حاجات ملهاش لازمة عندنا. وهنا قلت بس بتاعتي. لقيت يا جماعة فيديوز كتير وصور كتير قوي، الناس عملوا حرفيا من حاجات قديمة حولوها لتحفة فنية. قبل اي حاجة انا هوريكم الصور هنا وهنا، بجد يا جماعة انتوا هتستغربوا ان الشكل ده طالع حرفيا من حاجات قديمة مستهلكة عندنا احنا مش بنستخدمها. في ناس كمان بترمز للجانك جورنال انها حاجات او هدايا كانت عندنا واحنا عايزين نحتفظ بيها مش عايزين نرميها، فبالتالي هنحطها في حاجة تفضل معانا بس بشكل افضل، زي ان احنا نقصقص الهدايا ونقصقص الحاجات وناخد اللوجو مثلا، ناخد صور كيوت من الهدية دي، ناخد حاجات ليها معنى ونبدأ نلزقها في الجورنال دي، يطلع لنا باشكال زي كده وزي كده. طب هتقولوا لي يعني احنا بنجيب حاجات ملهاش لازمه نحطها في نوت بوك؟ هقول لكم لا، احنا ما قلناش حاجات ملهاش لازمه، احنا بنقول ميموريز او ذكريات، حاجات تعني لينا، حاجات احنا بنحبها، حاجات اشتريناها من المنة الخاص ومثلا محتفظين بالعلب بتاعتها، محتفظين بالكرتونه بتاعتها، فمش عايزين نرميها، عايزين تفضل معانا، فبدل ما نعمل كراكيب بنبدا ان احنا نقصقصها بطريقه منظمه ونحطها عندنا في النوت بوك بتاعتنا. فبالتالي احنا حافظنا على الذكرى دي او حافظنا على الشيء اللي احنا جبناه بايدينا. وده في النهايه ابسط معنى للجانك جورنال. ازاي ابدا؟ ايه اللي انا محتاجاه عشان ابدا؟ مش محتاجين اي حاجه خالص على فكره، يعني حتى النوت بوك انتوا مش محتاجينها. انا لما جيت ابدا اول حاجه بصيت فيها لقيت، طبعا قبل ما اعرف الجانك جورنال، اول ما كنت عايزه ابدا جورنال عموما لقيت ان الموضوع معقد قوي ومحتاج بقى مصاريف ومحتاج حاجات ومحتاج لزق ومحتاج واشي تيب ومحتاج مصاريف، يعني محتاجين داخلين في ميزانيه كبيره قوي. فقلت لا، شغفي على طول وقع للارض، قلت لا مش هينفع. بس ما يئستش وقررت ان انا ادور تاني واكتشفت الجانك جورنال زي ما قلت لكم. دلوقتي انت عندك مثلا حد مثلا جاب لك هديه، الهديه دي عباره مثلا سواء جابها لك في شنطه هدايا، سواء جابها لك في بوكس، سواء جابها لك في حاجه، انت هنا بقى هتبداي تحتفظي بالحاجات دي، تبداي تاخدي الشنطه اللي هو جابها لك وتحتفظي بيها، وهتبداي تدوري في حاجاتك القديمه هتلاقي حاجات كتير قوي 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 ينفع تستخدميها. مثلا اكله بتحبي تطلبيها، فبالتالي الكفر او الباكج اللي هيجيلك مع الاكله دي هتاخديه تحتفظي بيه عشان تعملي بيه جورنالينج او تعملي بيه جانك جورنال. وهوريكم دلوقتي ده معناه ايه. شيبسي انت بتحبيه، اندومي اللي احنا كلنا بنحبه طبعا، عصير بتحبيه، اي بسكوت بتحبيه، كل ده هتاخدي الورق بتاعهم وتعملي منه جورنال بحيث ان هو يفضل حاجه مميزه عندك في الجورنال. خلونا نرجع لنقطه هنحتاج ايه. انا لما جيت ادور قلت ان انا محتاجه اول حاجه نوت بوك. انا عشان مخلصه دراسه ومخلصه جامعه فما كانش عندي نوت بوك كتير او ما كانش عندي كشاكيل كتير، احنا ممكن نبدا باي كشكول عندنا، مش محتاجين ان احنا نشتري اي نوت بوك من بره. انا كان عندي نوت بوك اللي هي البينك اللي انا وريتها لكم قبل كده في فيديو، استنوا. النوت بوك دي حرفيا انا كنت هبدا فيها، بس الصراحه اترددت جامد. ليه؟ لانها من جوه بصوا عباره عن ايه.
هي اصلا سوري، هي اصلا تحفه. فانا ما كنتش حابه ان انا ابوظها الصراحه، وما كنتش حابه ان انا استخدمها. انا اصلا جايباها بقالي سنين، حرفيا هي عندي من سنين 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 وانا مش عايزه استخدمها. فقلت لا مش هتنفع، وكمان هي صغيره. على فكره هي حجمها حلو، هي مش صغيره، بس ده اللي انا شفته ساعتها، قلت انها صغيره ومش هتنفع. في ناس على فكره بيعملوا جانك جورنال في حاجه اصغر من دي كمان. واضطريت ان انا اشتري نوت بوك، واشتريت النوت بوك دي. هي من بره الكفر بتاعها جلد ناشف، وبتبقى كده، وفيها البتاع ده. مهم قوي البتاع ده يا جماعه، عشان لما الموضوع يتملي، بصوا هيتملي ده كل ده، فمش هتعرفوا تقفلوها ومش هتتقفل، فلازم الاستك ده عشان يقفلها. او مش لازم، عادي مش لازم تجيبوا حاجه باستك، براحتكم اللي يريحكم. انا بقول لكم بس ايه الحاجات اللي انا اتعلمتها او الحاجات اللي انا فهمتها من الفيديوز اللي انا شفتها. اللي انتوا هتحتاجوه تاني ان انتوا هتجيبوا صمغ يا جماعه، اي صمغ في اي مكتبه هتجيبوه وبس. ده اللي احنا هنحتاجه، ده اللي احنا هنحتاجه بجد. ايوه ده اللي احنا هنحتاجه. الحاجات التانية زي المقص وكده فده موجودين في اي بيت عموما، فانتوا مش هتحتاجوا ان انتوا تروحوا تشتروه، هو كده كده موجود عندنا عموما كلنا. خلاص انا عندي الصمغ وعندي النوت بوك وعندي كمان الجانك او عندي الحاجات اللي انا هستخدمها. اعمل ايه هنا بقى؟ ده دورك انتي، دورك تطلعي الفنانة اللي جواكي. هتمسكي الحاجات اللي عندك، مثلا ممكن تجمعي الالوان مع بعض المميزه، مثلا زي اللون البينك مع بعض، ممكن تجمعي مثلا اللون الاخضر مع بعض، وتبداي تعملي حاجه من فنك انت على مزاجك انت، مش على مزاج حد. انا شفت وخدت فكره وبدات اعمل باللي انا حباه وباللي انا شايفاه، وجمعت حاجات معينه مع بعض وحاجات تانية مع بعض. طيب تعالوا اوريكم بقى انا كمبتدئه عملت ايه. يعني طبعا هو مش واو، بس انا بحاول دايما ان انا اعملها بتطور، او ان انا يعني اتفرج على فيديوز كتير واتعلم حاجات كتير. وفعلا لما بدات اجرب بدات اتعلم، بدات اشوف اخطائي وما اعملهاش المرات اللي بعد كده. فتعالوا اوريكم الموضوع كان عامل ازاي بالنسبه لي. اول ما جبت النوت بوك دي انا جبت ستيكرز عشان زينها بيها، وما حبيتش ان انا احط زينه اوفر قوي عشان الموضوع ما يبقاش اوفر يعني. فعملت ديكوريشن كده بسيط من الستيكر، وقلت خلاص انا هكتفي بده. اول بيج عندي. انتوا بقى هنا براحتكم، عايزين تكتبوا، عايزين تحطوا ستيكرز، اللي انتوا عايزين تحطوا صورتكم في النص براحتكم جدا، يعني اللي انتوا عايزينه. انا رحت لابسط حاجه، ان انا حطيت ستيكرز وجبت ورقه لونها بينك وكتبت عليها welcome to Shimi is junk journal اهو. البيج بقى انا عملتها كان قبل رمضان بحوالي 5 ايام، وكنت مقررة ان اول بيج هبدأ بيها في الجورنال هي هتكون عن رمضان. طب عملت ايه؟ جمعت حرفيا اي حاجة ليها علاقة برمضان في الوقت ده، وقلت انا هبدأ اعمل بيها الجانك بتاعتي. وبصوا النتيجة، بصوا. والله يا جماعه حاجات بسيطه كلها ورق وكله زينه. ده منديل اصلا، يعني متعرفوش انا ازاي لزقته. ودي كانت زينه، ودي برضو زينه، وانا قصقصت منها الكلام وقصقصت شكل الجامع وقصقصت الكلمه دي وبوجي وطمطم. تاني صفحه عندي كانت عن مكان انا بحبه، وكنت بقالي كتير قوي 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 ما رحتوش وما اكلتش فيه، يعني من ساعه المقاطعه تقريبا وانا ما كنتش بروح المكان ده. بس مؤخرا رحته وقررت ان انا اخد منه الحاجات اللي انا عايزه اعمل منها جانك. وبصوا النتيجه. ده يا جماعه ماك، طبعا باين قوي مش محتاجه ابينه. بصوا يعني بقالي كتير ما رحتوش. انا حتى ده كاتشب فيه على فكره مش فاضي. حاجه كرييتيف بقى، قلت لازم ابتكر. عشان كده بقول لكم اللي انتوا عايزينه اعملوه، الموضوع مش محتاج تنظيم ولا محتاج مجهود، هو حاجه بسيطه جدا يعني. بقى كانت اول غلطه اعملها، هي حلوه، ده اندومي وده الشيبسي المفضل ليا ودي الانجريدينتس بتاعته، فكانت بالنسبه لي حاجه حلوه وجديده. بس الغلطه ايه بقى؟ ان ده بصوا مش بيلزق كويس، يعني انا كل مره افتحها يقع، لازم الزقه. النوع ده من الورق اللي هو الحاجات بتاعه الشيبسي اللي هي الخفيفه قوي الناعمه دي مش بتلزق كويس، خدوا بالكم لازم تحطوا صمغ قوي جدا تحتيها عشان تلزق. فدي كانت اول غلطه بالنسبه لي. وكمان النص هنا الحته اللي بتتني دي، لو لاحظتوا بصوا هتلاقوها مفكوكه اصلا من هنا، عشان برضو الحته دي بيدخل لها هوا، فالصمغ ما كانش قوي، فبالتالي بدات انها تتفك مني. دي كانت اول غلطه، واتعلمت وقلت ان انا بعد كده مش هكررها تاني. الغلطه التانية هي مش غلطه على قد ما هي انا يعني انتوا مره هتبدعوا، مره هتعملوا حاجه حلوه ومره تانية هتعملوا حاجه عاديه. فهي بتيجي كده، مش على طول هتعملوا حاجات حلوه دايما،
لا، ساعتها تعملوا حاجه حلوه وساعتها تعملوا حاجه مش حلوه. ودي بالنسبه لي كانت مش حلوه، معرفش، ما حسيتهاش كده. قلت لكم مره حلوه ومره وحشه. بصوا الجمال. هنا بقى بدات افهم الدنيا ماشيه ازاي. الزق عليه، وبصوا اتعلمت. الورق ده لزقته على الصفحه نفسها، مش على الحته اللي هي بتتقفل دي، عشان يعني ما تتفكش. وهنا لزقت بلزق قوي عشان ما يتشالش، فبالتالي طلع الشكل ده. الصراحه دي اكتر يعني بيج انا بحبها جدا، اكتر بيج حاساها شبهي كده، جميله جدا بجد. وبس كده، انا بس حبيت اوريكم ان الجونك جورنال بسيط يا جماعه، ومش محتاج تكاليف، وممكن اي حد يبدا. لان انا لاحظت عندي كومنتس كتير قوي، ازاي نعمل كذا، ازاي نجيب كذا، ازاي اجيب منين ده، طب ابدا ازاي، طب اعمل ازاي. فقررت ان انا اعمل لكم الفيديو ده عشان تعرفوا ان بجد الموضوع مش محتاج اي مجهودات ومش محتاج اي تعب. هو بس عباره عن ان انتوا هتجيبوا الحاجات اللي انتوا بتحبوها او الحاجات اللي انتوا محتفظين بيها، وتبداوا تطلعوها بقى من الكراكيب والتراب، وتحطوها بشكل مميز عندكم في نوت بوك، عشان دايما لما تيجوا تفتحوه تراجعوا وتفتكروا ان الحاجه دي انا ما نسيتهاش وما رميتهاش في التراب والكلام ده. لا، هي لسه موجوده ومعايا. ابداوا الموضوع بجد يا جماعه، الموضوع يستاهل جدا جدا. هتحسوا ان شغفكم رجع، هتحسوا ان انتوا بتطلعوا كل الطاقه السلبيه. انا ده اللي بحسه، ان انا بطلع الطاقه السلبيه، بطلع كل الحاجات الوحشه اخر اليوم لما برجع من الشغل تعبانه وضغوطات الشغل وكل حاجه وحشه بتحصل في اليوم. اخر اليوم بحس ان انا لازم افصل، فببدا ان انا اعمل الجانك جورنال بتاعي. بجد بجد الموضوع يستاهل ان انتوا تجربوها وجربوها. ولو انتوا فعلا عندكم جانك جورنال وفعلا بتعملوا الموضوع، اكتبوا لي في الكومنتات ايه هي اغلاطكم، ايه هي الحاجات اللي انتوا غلطتوا فيها، عشان نتعلم من بعض. وابعتوا لي كمان الصور بتاعت الجورنال بتاعتكم عشان اتفرج عليها. وما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك وتشتركوا في القناه يا جماعه، عشان نكبر اكتر واكتر واكتر. الفيديو الجاي انا هعمل معاكم بيج بقى بكل تأني كده، ونعملها مع بعض، وهوريكم ايه الحاجات اللي انا بستخدمها ونطلع كل الطاقه السلبيه اللي جوانا. اشوفكم في فيديو جديد، باي باي.